التهتهة مش دايما مشكلة، بس طريقة تعاملك معاها هي اللي بتفرق. عشان كده النهاردة هنتكلم ببساطة يعني ايه تهتهة، وايه أسبابها، وازاي نساعد أولادنا، وامتى أروح لأخصائي. التهتهة مش معناها ضعف أو قلة ذكاء من ابنك أو إن هو مش مركز. التهتهة هي تقطع في سلاسة الكلام. يعني إيه؟ يعني مخه جاهز بالكلام لكن نفسه ولسانه مش قادرين ينسقوا مع بعض، فيحصل واحدة من تلاتة. أول حاجة تكرار، إن هو يكرر صوت أو كلمة، حرف أو كلمة. تاني حاجة إطالة الصوت، إن هو يطول في الحرف. تالت حاجة توقف مفاجئ، ابنك يقف يبصلك وكأن الكلام اتربط جوه مخه ومش عارف يطلعه. والكلام عشان يحصل بشكل طبيعي محتاج مخ يفكر، ولسان يشكل الحروف، ونفس مظبوط، ثقة تخليه يكمل. ولما جزء من دول يتلخبط الطفل يبدأ يتهته. طيب ايه هي أنواع التهتهة؟ أول حاجة التهتهة التطورية، دي غالبا بتحصل في الأطفال من سن 2 ل5 سنين، لأن مخه بيجمع كلمات أكتر مما لسانه يقدر يقولها، فيبدأ يقطع في الكلام، ودي غالبا بتروح لوحدها لما نتعامل معاها صح. تاني حاجة التهتهة الحقيقية، لو التهتهة استمرت 6 شهور أو أكتر، وبدأ الطفل يتجنب كلمات معينة وبدأ يخاف إن هو يتكلم، هنا بنسميه اضطراب تلعثم، وده بيحتاج تدخل تخاطب. تالت حاجة التهتهة المرتبطة بالضغط أو الخوف، لو الطفل اتوتر أو اتعرض لموقف كبير عليه. رابع حاجة التهتهة المتقطعة، الطفل يوم كويس ويوم بيتهته حسب مزاجه وراحته النفسية. خامس حاجة التهتهة المرتبطة بضعف اللغة، أطفال كتير بيبقى عندهم مفردات قليلة، عايزين يقولوا الكلمة بس مش عارفين. طيب ايه هي أسباب التهتهة عند الأطفال؟ أول حاجة تطور اللغة بتبقى أسرع من القدرة على النطق. تاني حاجة الضغط والتصحيح الزائد من الأهل، لما الطفل يقول كلام غلط الأهل يفضلوا يقولوا غلط، ركز، عيدها تاني. تالت حاجة الصدمات أو التعرض لموقف خوف، لما الطفل يتعرض لصدمة أو خوف أو تنمر بيبدأ يتهته. رابع حاجة قلة الثقة بالنفس، لما الطفل يتعرض لنقد كثير بيؤدي إلى تهته. خامس حاجة الموبايل والشاشات، الموبايل والشاشات محتوى سريع جدا، فقدرة المخ مش هتقدر تستوعب فبيبدأ يتهته. نعمل إيه؟ نساعد الطفل يعالج التهتهة، نبطأ سرعة الكلام في البيت، الأب والأم يتكلموا بالراحة من غير ما يقولوا للطفل يتكلم بالراحة، هو هيقلد من تلقاء نفسه. خصصي وقت للكلام معاه، الوقت ده اسمعيه فيه من غير تصحيح ولا أسئلة. تمارين النفس، شهيق 3 ثواني، زفير ببطء، ممكن نعملها كلعبة عن طريق البالونة. ايه تاني؟ لعبة الميكروفون، الميكروفون بيزود الثقة عند الطفل وبيخليه يتكلم من غير ضغط. لعبة الدور، انت تتكلمي وبعدين توقفي وبعدين هو يتكلم، ده بينظم إيقاع الكلام عنده. إلغاء النقد تماما، بلاش بقى لأ ولا عيد ولا ركز، خلي بيئة البيت هادية، الدوشة والزعيق بيزودوا التهتهة عند الطفل. روحي الأخصائي فورا لو التهتهة بقالها أكتر من 3 شهور، لو بيحصل له شد في وشه أو رقبته أو جسمه، لو بيحصل له حبسة صوتية، لو التهتهة بتزيد مش بتقل، لو عدى ال5 سنين ولسه التهتهة واضحة، لو عنده مشاكل في اللغة أو الكلام، لو حصلت التهتهة بعد خوف أو صدمة، لو في حد في العيلة كان بيتهته. وافتكري دايما إن ابنك محتاج يسمع منك، خد وقتك أنا سامعاك، ولو حسيتي إن الموضوع محتاج لأخصائي روحي فورا وطمني عليه. ولو عجبتك الحلقة ما تنسيش تدعميني بلايك واشتراك.